في خضم ضجيج الحياة المتسارع وبين زحام الأفكار وضغوط اليوم، ندعوك عزيزي المستمع إلى دقائق من الهدوء والسكينة. فدع الهموم جانباً وانسى مشاغلك قليلاً، ودع آذانك تتلقى ما يروي الروح ويغذي الفكر ويريح النفس ويزيل الضغوط. أهلاً بك في حلقة جديدة من نسمة صوت. عزيزي المستمع، في حلقتنا لهذا اليوم نغوص في أعماق عمل أدبي استثنائي مزق أقنعة الزيف الاجتماعي وأدان بجرأة آفات العنصرية والظلم. إنها مسرحية العاهرة الفاضلة للفيلسوف الفرنسي الرائد جان بول سارتر، أحد أبرز أعلام الفلسفة الوجودية في القرن العشرين. هل شعرت يوماً يا عزيزي بثقل نظرات المجتمع وهي تقيمك بناء على قوالب جاهزة؟ هل تساءلت كيف يمكن للضغوط أن تحطم إرادة الفرد وتجبره على سلوك دروب لم يخترها طواعية بل دفع إليها دفعاً؟ تدور أحداث المسرحية في إحدى ولايات الجنوب الأمريكي، حيث تتجذر العنصرية ضد المواطنين السود. بطلتنا هي ليزي ماكاي، امرأة بيضاء وصمها المجتمع بوصمة العاهرة لتجد نفسها فجأة في قلب مؤامرة تحاك ضد رجل أسود بريء. تنفجر الأزمة حين يتهم رجل أسود يدعى نيك اتهاماً باطلاً بالاعتداء على ليزي في قطار مظلم، لكن الحقيقة التي يراد لها أن تدفن هي أن المعتدي الحقيقي هو توماس، ابن سيناتور أبيض ذي نفوذ واسع، وعائلته تسعى إلى تبرئته بأي ثمن، فهدفهم هو سحق حياة إنسان بريء وإلصاق التهمة بذلك الرجل الأسود الأعزل. وهكذا عزيزي المستمع تصبح ليزي، تلك المرأة التي ينظر إليها المجتمع بازدراء، هي الشاهدة الرئيسية والوحيدة. يمارس عليها ضغط نفسي هائل من قبل فارد ابن أخي السيناتور، وهو شاب يجسد غطرسة العرق الأبيض وسلطته، ومن قبل المجتمع الأبيض بأسره الذي يتوحد ليجبرها على الشهادة زوراً ضد نيك. تقدم لها الوعود البراقة بالمال والحماية إذا تعاونت، وتهدد في المقابل بعواقب وخيمة إن هي فكرت في الرفض أو التمسك بالحقيقة. ضع نفسك يا عزيزي للحظات في موقف ليزي، هذه الإنسانة المحاصرة، امرأة وحيدة مهمشة ومنبوذة من قبل مجتمع قاس لا يرحم ضعيفاً. تجبر الآن على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، فإما أن تقول الحقيقة وتنقذ بريئاً مخاطرة بكل شيء، وإما أن تخضع للضغوط وتؤمن ولو إلى حين سلامتها الشخصية في هذا المجتمع الذي يقيم العدالة على أهوائه. تعاني ليزي صراعاً داخلياً مريراً، صراعاً يمزق وجدانها. هي تعلم الحقيقة كالشمس وتشعر بوخز الضمير تجاه نيك البريء، لكنها في الوقت نفسه ترتعد خوفاً من نفوذ عائلة السيناتور التي لا تعرف الرحمة، وتخشى على حياتها التي لا قيمة لها في ميزانهم. هل تستطيع امرأة مثلها، امرأة يعتبرها المجتمع ساقطة، أن تتحدى الأقوياء وأصحاب النفوذ وأن تدافع عن العدالة المذبوحة على أعتاب مصالحهم؟ هنا يصور سارتر بيد فنان مبدع كيف أن الفضيلة التي يطلبها المجتمع المنافق ليست فضيلة في الحقيقة، بل هي مجرد امتثال لرغبات الأقوياء ورضوخ مذل لظلمهم الفادح. إنهم سيعدونها فاضلة إذا أنقذت سمعة المعتدي الحقيقي وأدانت البريء المستضعف،
يا لها من مفارقة صارخة تدمي القلوب وتبكي العيون. يا له من تعريف مشوه للفضيلة. في بداية الأزمة تحاول ليزي ببصيص من الكرامة أن تقاوم وأن تتمسك بخيوط الحقيقة. تظهر جانباً من الشجاعة الفطرية، وكأنه ومضة من الإنسانية الصادقة التي لم يتوقعها أحد من امرأة في وضعها الهامشي. ولكن أمواج الضغوط تزداد عتواً وتحاصر ليزي من كل جانب، كأنها فريسة وقعت في شباك صياد ماهر لا يعرف الرحمة. يأتي فارد ليقنع ليزي بالتوقيع على شهادة كاذبة تنهي هذه المشكلة من وجهة نظرهم. يستخدم معها كل أساليب الترغيب والترهيب، ويحاول أن يشعرها بأنها جزء من النسيج الأبيض الذي عليه حماية نفسه. هنا عزيزي المستمع تتجلى عبقرية سارتر في كشف آليات القمع، وكيف تستخدم مفاهيم الشرف والانتماء لتمرير الظلم وتبرير العنصرية. ليزي ليست شريرة بطبعها، لكنها ضحية لظروف أقوى منها. وفي نهاية المطاف عزيزي المستمع، وتحت وطأة الضغوط الهائلة والخوف واليأس، تستسلم ليزي وتنهار دفاعاتها. توقع بيد مرتجفة على تلك الشهادة الكاذبة، الشهادة التي سترسل بريئاً إلى الجحيم. تصبح ليزي بعد استجابتها وإذعانها لكل هذه الضغوط، تصبح عاهرة فاضلة في نظر المجتمع الأبيض المنافق، لأنها انصاعت لأوامره وفعلت ما يريده منها، وإن كان ذلك على حساب الحقيقة والعدالة. ولكن هل تشعر ليزي بالراحة بعد هذا القرار؟ هل يمكن للفضيلة المزيفة أن تجلب السلام الداخلي؟ بالطبع لا وألف لا. تصبح ليزي في صراع دائم مع ضميرها، وتدرك أنها خانت نفسها وخانت إنسانيتها وخانت قيم الحق والعدل. عزيزي المستمع، إن هذه المسرحية ليست مجرد قصة عن الظلم الفردي، بل هي في جوهرها صرخة قوية ضد العنصرية المؤسسية، ذلك السرطان الذي يسيطر على المجتمعات ويناغص حياة الملايين. القضية الثانية المهمة التي تتناولها هذه المسرحية هي قضية الاختيار الأخلاقي في ظل الظروف القاهرة. سارتر بوصفه فيلسوفاً وجودياً يؤمن بأن الإنسان مسؤول عن خياراته حتى في أحلك الظروف، لكن المسرحية تظهر لنا أيضاً كيف أن حرية الاختيار هذه قد تكون مقيدة بشدة. وهنا يبرز السؤال المحير عزيزي المستمع: هل كان لدى ليزي خيار حقيقي؟ أم إن خياراتها كانت محصورة بين السيء والأسوأ؟ المسرحية لا تقدم لنا إجابات سهلة، بل تدفعنا إلى التفكير في تعقيدات الموقف الإنساني. كما تسلط المسرحية الضوء على النفاق الاجتماعي وازدواجية المعايير، فالمجتمع الذي يدين ليزي على حياتها هو نفسه المجتمع الذي يتستر على جرائم الأقوياء ويبرر الظلم العنصري الفادح. العاهرة الفاضلة يا عزيزي هي دعوة لمواجهة الحقيقة حتى وإن كانت مؤلمة، دعوة لرفض الظلم والدفاع عن الكرامة الإنسانية التي لا تتجزأ. إنها تذكرنا بأن الصمت عن الظلم هو مشاركة فيه. القضية الأخرى التي تطرحها المسرحية بقوة هي مفهوم الآخر، وكيف يتم تشويه صورته وشيطنته لتبرير اضطهاده. الرجل الأسود في المسرحية ليس إنساناً كامل الحقوق في نظر المجتمع، بل هو مجرد آخر، كائن يمكن التضحية به بسهولة ودون أي شعور بالذنب للحفاظ على مصالح الجماعة المسيطرة وامتيازاتها الموهومة. سارتر عزيزي المستمع يعري هذه العقلية الإقصائية،
ويظهر مدى خطرها المدمر على النسيج الاجتماعي. إنه يدعونا بإلحاح إلى رؤية الإنسانية المشتركة في كل فرد، بغض النظر عن لونه أو عرقه أو طبقته الاجتماعية. على الرغم من قسوة الأحداث ومرارة الواقع الذي تصوره المسرحية، فإنها تحمل في طياتها بصيصاً خافتاً من الأمل في أن يفيق الضمير الإنساني، وأن يرفض الإنسان الخضوع للظلم والتمييز. شخصية ليزي على الرغم من ضعفها واستسلامها تثير فينا الشفقة والتفكير. إنها ضحية بقدر ما هي مذنبة، وصراعها يجسد صراع الكثيرين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة قوى أكبر منهم. تعلمنا العاهرة الفاضلة أن الفضيلة الحقيقية ليست في الامتثال الأعمى لتقاليد المجتمع الظالمة، بل هي كامنة في الشجاعة على قول لا في وجه الظلم، وفي التمسك بالمبادئ الأخلاقية حتى وإن كان الثمن باهظاً. لقد حاولنا أن نلقي الضوء على جوانب هذا العمل الأدبي الخالد. العاهرة الفاضلة مسرحية تستحق القراءة والتأمل، لأن قضاياها لا تزال حية وراهنة ومؤثرة في عالمنا المعاصر. فإلى أي مدى يمكن للفرد أن يحافظ على استقلاليته الأخلاقية في مجتمع فاسد؟ ومتى يصبح الصمت جريمة والخضوع خيانة للذات وللإنسانية؟ أسئلة جوهرية تتركها لنا هذه المسرحية لنبحث عن إجاباتها في دواخلنا وواقعنا. إلى هنا نصل عزيزي المستمع إلى ختام حلقتنا اليوم. نأمل أن تكون قد وجدت فيما قدمناه المتعة والفائدة، وإلى لقاء آخر يتجدد في رحلة جديدة مع عوالم الأدب والفكر.